السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو طبعا كده كله يصلي على النبي. ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا كده فيديو كده مشتريات. عايزة اقول لكم ان انا جايبة حاجات كده بسيطة هي لازماني يعني في البيت ومش جايبة يعني كل المشتريات. انا عندي حاجات يعني موجودة، فقلت الحاجات اللي مش موجودة او لقيتها قدامي وانا محتاجاها فجبتها. هبدأ ان انا دلوقتي اوريكم الكوسة. ده كيلو ونص كده كوسة. جايبه الكيلو ونص ده، اللي الكيلو منها ب10 جنيه، جبت كيلو ونص ب15. عايزه اقول لكم ان هي صبحه كده وجميله. الخضار ده حبايب قلبي ده شكله كده بلدي. ممكن تعملها طبعا ممكن تعملها طبعا بصلصه، ممكن تحشيها تبع ما انت عايزه. انا جايباها وسط كده عشان لو عايزه اعملها صلصه بصلصه او عايزه اعملها محشيه. نيجي هنا بقى لتاني حاجه كده معايا، البطاطس. البطاطس دي كانت 3 كيلو ب50، جبت كيلو ونص ب25. بطاطس جبت كيلو ونص منها ب25. نيجي هنا بقى استفندي. جبت كيلو منه كان عامل 10 جنيه. كيلو في السفندي كان عامل 10 جنيه. جبت كمان هنا نص كيلو كده من الخيار. الخيار ده خيار بلدي، عايزه اقول لكم ان هو مسكر وجميل. النص كيلو كان عامل 5 جنيه. جبت كمان كيلو كده وربع كده من الطماطم. كيلو وربع ده كان عامل 10 جنيه. كيلو وربع طماطم كان عامل ما شاء الله 10 جنيه من الطماطم دي. جبت خيار ب5 جنيه، وجبت طماطم. الطماطم كانت عاملة 10 جنيه كيلو وربع. وجبت كمان سفند اللي هو الكلامنتينا ده، كان عامل 10 جنيه. وجبت كمان البطاطس، جبت كيلو ونص كانوا عاملين 25 جنيه. وجبت كمان كيلو ونص كوسة كانوا عاملين 15 جنيه. ده بقى كان الجزء الاولاني كده من المشتريات. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي بتكفيني فتره، يعني ممكن تكفيني اكتر من اسبوع ان شاء الله. هتكملوا كده معايا الفيديو وتشوفوا بقيه المشتريات معانا. نيجي هنا بقى لتاني جزء معانا، مربطتين الخضره دول، خضره المحشي دول. الاتنين كانوا عاملين 5 جنيه. نيجي هنا بقى لتاني حاجه معانا، جبت كيلو كده من البتنجان عشان لو إلينا او عملنا مسقعه كده او حاجه. جبت كده كيلو كده من البتنجان. وجبت كمان كيلو البتنجان ده كان عامل 10 جنيه. جبت كمان البتنجان ده، جبت دول كده، دي كيلو كان عامل 5 جنيه. جبت دول كده كانوا عاملين 5 جنيه. جبت كمان هنا ربع كيلو كده من الجزر، كان عامل 5 جنيه. الجزر غالي شوية. جبت كمان برضو هنا الشنطة دي، جبت طماطم كده مستوية شوية غير الطماطم التانية، دي كانت عاملة 5 جنيه. وجبت كمان الفلفل ده، جبت كمان ربع كيلو. الربع كيلو كان عامل 5 جنيه. جبت دول. وجبت جبت كمان القلقاسية دي كيلو كده كان عامل 30 جنيه. القلقاسة دي كانت عاملة 30 جنيه القلقاسية دي.
وجبت كمان ايه نص كيلو كده من الفاصوليا الخضراء، كان عامل 10 جنيه. يعني جبت خضرة محشي، وجبت البتنجان اسمر، وجبت طماطم كمان ب5 جنيه، وجبت الفاصوليا، وجبت دي. ودي بقى كانت المشتريات بتاعتي. يا ريت كده ما تنسونيش باللايك الجميل بتاعكم، وقولوا لي طبعا رايكم الحلو كده في التعليقات. ولو لسه كده جديده في القناه بتاعتي او لسه كده ما اشتركتيش، اشتركي كده وفعلي الجرس عشان طبعا يوصلك كل جديد بنقدمه في قناتنا المتواضعه، عشان تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. شفنا اول جزء والتاني جزء كده من المشتريات، هوريكم كده الجزء التالت عملنا ايه في المشتريات بتاعتنا. نيجي بقى هنا للروتين بتاعنا كده بعد ما خلصنا. ده طبعا الكوسه بتاعتنا كده بعد ما خلصناها عملنا اكله، ان شاء الله هنعمل المحشي كده معاكم. ادي اكله. وقطعت كده الفاصوليا زي ما انتم شايفين كده، هديلها غلوه وهعينها في الفريزر. يبقى دي ايه اكله تاني يوم. هنعمل مره المحشي، وهنعمل القلقاس ده هنعمله برضو كمان مره. ظبطت كده الاكله، يبقى دي اكله وده 2 مع دي ودي 3. وقطعت برضو الخضرة ده هفرزها كده ان شاء الله كده معاكم بإذن الله. يبقى هنا ايه قطعت الخضرة زي ما انتم شايفين كده، وعملت الفاصوليا، عملت ظبطت البتنجان والقلقاس كده مع الحاجة بتاعتها على طول، وعملتها عشان طبعا ايه ما تباتش معايا. يا رب يكون الفيديو بتاعنا كده عجبكم، ما تنسونيش كده باللايك الجميل بتاعكم، وقولوا رايكم الحلو كده في التعليقات. عايزه اقول لكم ان انا الخضار بتاعي ما حبيتش ان انا ابيته كده، وقلت ان انا اجهزه كده عشان يبقى الاكل حبايب بتاعي قلبي جاهز. بعد ما اشترينا كده المشتريات بتاعتنا كده وظبطنا الدنيا كده بتاعتنا، قورت كده الكوسه زي ما انتم شايفين كده، عشان طبعا هحشيها. وعملت برضو البتنجان برضو كده زي ما انتم شايفين. بس المفروض البتنجان بعد ما نقوره على طول او نشيل القلب بتاعه يتحط في ميه بملح عشان قلبه ما يسمرش كده. انا لسه انا هديله تلويحه بقى على طول، مش هحط انا في ميه بملح، هلوحه كده في الزيت عشان اما اجي احشيه. وهنا ظبطت برضو الفلفل كده برضو بتاعنا، قورته برضو كده زي ما انتم شايفين كده، عشان انا هستخدم البتنجان والفلفل والكوسه. ان شاء الله هعمل محشي كوسه وبتنجان وفلفل. وهاخد جزء من الخضره بتاعتنا اللي احنا طبعا جايبينها برضو مع المشتريات، هاخد جزء برضو في المحشي، والجزء التاني هفرزه ان شاء الله. بفرزه ازاي بقى؟ بجيب اكياس من اكياس التلاجة، وبحط الجزء اللي انا بقى مش محتاجاه فيه لوقت ما اكون هحتاجه ان شاء الله، وهحطه كده في الفريزر. بيبقى معايا كده جميل وكده كويس، وما بيحصلوش اي حاجة يعني من الفريزر. نيجي هنا بقى للفاصوليا الخضراء بتاعتنا. بعد ما قطعتها طبعا وغسلتها كده كويس وبقت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، هديلها كده غلوة كده على البوتاجاز. وبعدين هفرزها برضو، احطها برضو في اكياس من اكياس التلاجة وهفرزها. طبعا كتير هيقولوا لا ده ما بتتحط في الفريزر بتجلد. طبعا هتجلد لو انت حطاها كده من غير ما تديلها غلوة. بس لو اديتلها غلوة وسبتي معاها جزء بسيط كده من المية بتاعتها اللي هي اتسلقت فيها او اتغلت فيها، وتفرزيها كده في الفريزر، بتبقى جميلة. يعني جربتها بدل المرة كم مرة، بتبقى جميلة جدا. وفي اي وقت طبعا محتارة تطبخي ايه بتبقى الحاجة موجودة عندك. وجبت كمان القلقاس بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. القلقاس انا ما بعملش فيه اي حاجة، انا قشرته كويس. وطبعا القلقاس يا حبايب قلبي ما بيتغسلش. قطعته زي ما انتوا شايفين كده، قطعته مكعبات. طبعا بتقطعيه حسب التقطيعة اللي انت عايزاه. وبعد كده هحطه كده في اكياس من بتاعه التلاجة، وهفرزه زي ما انتوا شايفين كده. يبقى بقى دول هعملهم على كيسين عشان احنا طبعا الاسره بتاعتنا صغيره شويه. يبقى معايا اكلتين من القلقاس، يعني قلقاسه ب30 جنيه الكيلو. هعمل منها طبختين، يعني الطبخه هتبقى واقفه عندك ب15 جنيه من القلقاس. وهعمل اكله برضو من المحشي. انا كنت جايبه الكوسه ديت كانت عامله 15 جنيه. لا، كان الكيلو كان عامل 10 جنيه. الكيلو في الكوسة كان عامل 10 جنيه. والبتنجان جبت الكيلو ده كان ب5 جنيه. والفلفل جبت ربع كيلو فلفل كده ايه ب5 جنيه.
يعني الاكله بتاعتي كلها كده مع الطماطم ممكن ما تكملش 30 جنيه ان شاء الله. وطبعا الرز بقى ايه موجود عندنا كده في البيت. لو وصلنا بقى كده لعندي هنا من الفيديو ما تنسونيش بقى باللايك الجميل بتاعكم، وقولوا لي طبعا كده رأيكم الحلو في التعليقات. ويا رب اكون دايما كده عند حسن ظنكم، ويا رب اكون فدتكم كده ولو بمعلومة بسيطة. ويا رب كده الفيديوهات بتاعتي كده تكون بتنول اعجابكم ان شاء الله. بحبكم في الله اغلى اخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.